السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا في فيديو تربوي جديد مهم جدا جدا جدا. بداية الفيديو كانت بوست عملته وكتبت فيه لحضراتكم سؤال: يا ترى هي الأم المكتئبة الخايفة اللي نفسيتها زي الزفت تصلح للتوجيه التربوي والتوعية لأولادها؟ اجابات كتير ما بين او لا، وخلونا نتناقش هو انا كان قصدي ايه بالسؤال. طبعا في مصر كلنا متابعين الاحداث اللي بتحصل، واللي ملخصها ان في احداث كتير تمس التحرش الجنسي للاطفال، تمس الاعتداء على الاطفال وهكذا. طبعا انا مش مستغربه ولا الموضوع كتير ولا اي حاجه، الموضوع كتير من زمان اصلا، لكن وارد يكون الرواج اللي عمله المسلسل بتاع لام شمسيه وبدات الناس تتجرأ ان هي تشتكي وتحكي وتقول وتعرض ده على السوشيال ميديا وتعمل قضايا ومحاضر وكده، فالموضوع بقى بيسمع اكتر. لكن من زمان جدا، واقل عياده او مركز بيشتغل في مجال تعديل السلوك عنده عشرات الحالات تعرضا للتحرش الجنسي من الاقارب قبل الغرباء. يعني احد اهم محاور الشغل على حالات التحرش الجنسي ان انا اطمن العنصر اللي جاي ان انا مش هاذي الجاني، مش هاذي الجاني اللي هو المعتدي. احنا قد يكون المعتدي ده ابنها تاني او ابن اختها او اخوها او عمه او خاله او اصل مش عارف مين، او واحد هي ما تقدرش تواجهه اصلا، او لو واجهته هتفتح على نفسها عدد كبير من المشاكل هي مش قدها، ده لو الام هي اللي بتشتكي او بدات الشكوى. تمام؟ فده امر عادي وكتير اصلا من زمان، يعني احنا ما تخضناش منه خالص. تمام؟ الام اللي عماله تسمع اخبار زي الزفت، الخايفه، المرعوبه، اللي نفسيتها متوتره. يا جماعه الحاجات اللي بنشوفها عن طريق البصر وعن طريق السمع عن طريق الحواس، يعني الاخبار اللي انت بتتصفحها على الفيسبوك طول ما انت قاعد، الحاجات دي بتأذي نفسيتك على المدى القريب والبعيد. الحاجات دي بتأثر في شخصيتك. ليه؟ العقل الباطن ده عقل من جوه انت بتأكله، الحاجات دي بتأكله، هي دي مصادر اطعامه. انت بتطعمه الصور والمؤثرات البصريه والسمعيه اللي انت بتشوفها. فلما بتسمع اخبار كتير سيئه وتشوف حاجات كتير سيئه وتشوف ناس تحت الانقاض وناس بتموت وناس بتصرخ وناس بتجوع وناس مش عارفه اعتداءات جنسيه واعتداءات عنيفه وهكذا، انت لا اراديا عقلك الباطن ده بيسيستم على كده، بيتوقع كده، بيجيله حاله اسمها حاله تحفز او حالات المخ البدائي. يعني خلاص بيبدا العقل المستبصر، الافكار، الوعي، الحلال والحرام، الصح والغلط اللي هي موجوده في العقل المستبصر دي بيحصل لها تعتيم. يعني ايه؟ يعني ما بتبقاش شغاله. ليه؟ لان العقل البدائي هو اللي نشط. العقل البدائي ده نشط انه متحفز، بس عايز يحمي نفسه ويحمي اولاده من الخطر، بس ما بيعرفش يعمل حاجه تانية. فواحد وهو في حاله من حالات العقل البدائي ده، من حالات التحفز دي، نفسيته ضايعه وحاسس بالخطر وحاسس ان الدنيا كلها زباله وحاسس ان الناس كلها اغضاء مليانه غدر، والناس قرايب واغراب منيلين بستين نيله، والواحد يودي عياله فين بس ويروح فين، واصل ده كان رجل دين وده كان في المدرسه وده كان في النادي وده كان في مش عارفه ايه، فكل الاماكن خطر وكل الاشخاص خطر والنيله دي. هل الانسان في الحاله دي وهو في الحاله النفسيه دي يعرف يقول لابنه حاجه، يعلم ابنه حاجه، يحذر ابنه من حاجه عدله؟ لا يا بيه، ما تعرفش، ما تعرفش. انت مش كائن فضائي، انت مش كائن خارق، مش هتعرف. لو وقفت على دماغك تقول لي هعرف، لا مش هتعرف. فلما اجي اقول للاهالي ما توجهيش عيالك، فيجي يقولوا لي انت قصدك ان انت ضد التوعيه الجنسيه، انت قصدك ان الكلام الجنسي عيب، انت قصدي ايه يا جدعان؟ انا بتكلم اصلا في التربيه الجنسيه من 2008 اصلا، يعني انا كنت عيله لسه وبدرب اهالي في الحضانات والمدارس والنوادي على التربيه الجنسيه، ايام ما كانوا بيقولوا عليها عيب، ايام ما كنت بعمل محاضره كبيره مليانه اهالي امهات واباء، ويجي الرجاله يقفوا كده نستاذن احنا بقى على اساس ان انا هتكلم في قله الادب يعني. تمام؟ ايام ما كنت ببدا المحاضره بافيه شهير كده كنت بهزر فيه على طول. طبعا كل اللي جاي يحضر معايا محاضره التربيه الجنسيه متوقع ان انا هتكلم في قله الادب، فيؤسفني ان انا يعني هغزلكم ومش هنتكلم في قله الادب. تمام؟ وببدا اشرح ان التربيه الجنسيه مش قله ادب اصلا. فما تجيش انت النهارده تقول لي انت ضد التوعيه الجنسيه. انا مش ضد التوعيه الجنسيه بيه، انا ضد ان حضرتك اللي تقوم بالتوعيه الجنسيه. ليه؟ عشان حضرتك بتعق. والله حضرتك بتعق، حضرتك كأب وام بتعق. لما اجي الاقي ام بتقول لبنتها اللي عندها 8 سنين المنطقه دي في جسمك ملعونه، ملعونه، لا تحطي
عفوا. لا تحطي ايدك عليها ولا تلمسيها ولا مش عارفه ايه ولا تعريها على اساس ان انا بخوفها يا دكتور، على اساس ان هي مش عارف ايه. ده عك يا ماما. ولما تكبر وتتجوز هتعملي ايه؟ هتقولي انا فكنا اللعنه ولا ايه؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ بسم الله. لما يجي اب راجل كبير، يحصل له موقف انه ابنه يشوفه هو وامه في وضع ينسي، يشوف علاقه زوجيه ما بين الاب والام، فالاب يعطل، فبدل ما يروح لمتخصص عشان يعرف هيتصرف ازاي، يجيب ابنه ويقعد معاه قعده رجاله ويقول له ماما قالت لي على اللي انت شفته، وانا الحقيقه مش عارفه اقول لك ايه، وانا مكسوف منك، وانا قليل الادب، وانا غلطان، وانا فعلا عملت انا وماما قله ادب، بس انا تبت وانا اسف ومش هعمل كده تاني وبتاع واي كلام كده، وعمال يحكي ان انا غلطان وكده. وفاكر جده لما ضربني يوم مش عارفه ايه، كانت مشكله بالصدفه حصلت في المرحله دي بين الاب ووالده يعني. جده عرف وضربني عشان انا قليل ادب وعملت حاجات قليله الادب مع ماما، فانا خلاص مش هعمل كده تاني وانا اسف وبتاع. وقال ايه؟ فاكر ان هو كده بيحل الازمه، وحضرتك بتعمل عك. الام سقطت من عين الولد وافتكر ان الام قليله الادب وان هم بيعملوا حاجات مش مؤدبه، وان هو عايز يسيب البيت ويمشي من البيت الفاسد ده وبتاع. العك حبيبي اللي انت قلته ده عك يا بابا. انت ده انيل من اللي انت عملته. يعني المفروض العلاقه الزوجيه يبقى فيها تعتيم، فلو ما فيهاش تعتيم خطا اكبر من ان ما فيهاش تعتيم ان انت قلته ده، انت اللي بتقوله ده يا بيه. فلما نعطل نروح لمتخصصين. فلما اجي اقول لكم ما تكلموش العيال في المرحله الحاليه، يا كل ام واب واعي مالكوش دعوه بالعيال، لا تقولوا لهم حاجه ولا لكم دعوه في الوقت الحالي، مالكوش دعوه. انا بقول له ياخد باله من نفسه، محدش يلمسه. ما هو ام زي حضرتك اللي خلت بنت عندها 9 سنين عندها اعراض كامله والوسواس قهري، عشان اقل نظره واقل لمسه واقل حاجه بتحصل لها بتعتقد ان اللي قدامها ده عايز يتحرش بيها، رجاله وستات. تمام. فبقت البنت عندها حاله من الاكتئاب الشديده، وبتخاف تخرج وبتخاف تتعامل مع الناس، ورعب هستيري وعياط هستيري وصريخ هستيري، بيوصل لدرجه صريخ في وسط الشوارع والنادي ومش عارف ايه، لان البنت جايه لها حاله رعب من الناس من كتر الكلام اللي امها قالته. فلو سمحت يا كل ام وكل اب، وانت مضطرب ما بنربيش. احنا واحنا مضطربين ما بنربيش، واحنا لسه متاثرين بالاخبار والداتا واللي بيحصل في السوشيال ميديا والقضيه وحصل ايه، ده انا جبت الولد وفرجته على القضيه. لا غلط يا ماما، ده انا فرجت الولد على المسلسل. غلط يا حبيبتي. لا العيال تتفرج على المسلسلات ولا تتابع معانا اخبار قضيه ياسين ولا تعرف اللي حصل ولا احكي له ان في ولد عمل كذا في ياسين وانت ما تعملش كده، ولو حد قال لك حاجه تيجي تقول لماما ايه ده ما تعمليش كده حبيبتي، ما تعمليش كده. امال انا المفروض اعمل ايه في الظروف اللي زي دي؟ تعمل مفروض تعملي تعمل اب. يعني ايه؟ يعني تحسن علاقتك النفسيه بعيالك، يعني تحضن عيالك وتطبطب على عيالك وتلعب مع عيالك وتزغزغ عيالك وتهزر مع عيالك كل يوم كتير، مش مره كل اسبوع، كل يوم. يعني اخرج وهزر، مش عشان تبقى المفتش كرومبو وتقرره وتقول له قول لي ايه اللي حصل. لا ما تعمليش كده لو سمحت، ما تعمليش كده لو سمحت. في المرحله الحاليه ما تعمليش كده. حسن بس علاقتك النفسيه بالاولاد، اضحك معاهم وهزر معاهم وحضنهم واحكي معاهم حواديت وخرجهم والعبوا معاهم. لا العبوا العاب منزليه كده، العبوا كوتشينه، العبوا كوره، العبوا مش عارف ايه، حطوا العاب ايه، اخترعوا العاب في البيت، هاتوا العاب من الالعاب الاسريه اللي بتتباع في المكتبات الكبيره دي والعبوها سوا. العبوا افلام، هزروا، اخرجوا، اتفرجوا على فيلم سوا وهكذا. اعمل كده، ده اللي مطلوب منك في كل المراحل. انك تتعلم ازاي تعرف تحضن ابنك، تعرف ازاي تطبطب على ابنك، تعرف ازاي تقول لابنك كلمة حلوة وانت باصص في عينيه، تعرف ازاي تحتوي ابنك احتواء صادق من غير نوايا ولا اغراض، مش عشان يحكي لك، عشان تحبه، تستمتع بابوتك، تستمتعي بامومتك. مطلوب منك بس تعملي كده. ايه ده يعني ما اقولوش محدش يلمسه ومش عارفه ايه؟ لا ما تقولوش لو سمحتي، ما تقولوش في المرحله الحاليه، ما تقولوش. لو انت خلاص هديتي خالص وعديتي المرحله دي وعدينا من مرحله الاكتئاب اللي كل الناس فيها دي، نتعلم من ولادنا الحدود الشخصيه عموما. الحدود الشخصيه منها حدودي الجسديه مش شرط قله ادب، وبالمناسبه الجنس مش قله ادب، وما اسموش جنس وما اسموش جواز عيب او قله ادب، اسمه علاقه خاصه، اسمها علاقه خاصه، مش حاجه قله ادب، مش حاجه عيب. بنتكلم نقول في امور خاصه هشرحها لك، لو الولد صغير اقول هشرحها لك بعدين،
في حاجات خاصه بتحصل ما بين الراجل والست المتجوزين، هشرحها لك بعدين، حاجات خاصه مش حاجه عيب. ما تجيش ام تقول لي انا قلت لها ان قله الادب ممكن يتحصل ما بين المتجوزين، ما اسمعش قله ادب، ما اسمعش حاجات عيب، اسمها حاجات خاصه، اسمها علاقه خاصه. الكلمات اللي بنقولها ما بناخدش بالنا بيها دي هي اللي بتفسد رجاله وستات في 30 و40 سنه، هي اللي بتبوظ اسر من القاع كده، بتهدمها، عشان هو مش قادر يتخلص من الكلام اللي اتقال له في الصغر. فما بنقولش الكلام ده، ما بنقولش الكلام عيب، ما بنقولش كلام قليل الادب، بنقول ليك حدودك. حدودك دي ممكن اغلس عليك من غير قله ادب على فكره، يعني ممكن اكون بغلس عليك مش قصدي بعد جنسي، قصدي بعد سخافه، يعني بلزق فيك، فانا ارجع واقول لو سمحت دي حدودي انا، يعني من حقك ان محدش يلمسك عموما من غير غرض، ماليش دعوه بالغرض اصلا، محدش يلمسك اصلا، ولا حدودك النفسيه، محدش يقول لك كلمه حتى لو كلمه عاديه بس هي بتضايقك، لقب بتتضايق منه، لقب عادي بس انت بتتضايق منه، من حقك تقولي اللي قدامك لو سمحت انا مش بحب اللقب ده، انا مش بحب اسم الدلع ده، انا مش بحب الطريقه الفلانيه، لو سمحت الاسلوب ده ما يناسبنيش، فحضرتك مضطر ان انت تغيره او ما تتعاملش معايا. تمام؟ فانا بعلم ابني ازاي يحط حدود النفسيه وحدوده الجسديه. الحدود من ضمنها حدوده النفسيه وحدوده الاجتماعيه وحدود الجسديه عموما. تمام؟ من غير قصص. طب ليه ما حكولوش القصه؟ لا ما بنحكيش قصص وما بنتفرجش على اطفالنا على افلام، ما بنحكيش قصص حقيقيه ولا دراما واقعيه للاطفال خالص خالص. ما بنزلش ابني البلاعه واقول عشان ياخد باله ما يقعش فيها ابدا. ما بحطش ابني في الحاله النفسيه الضاغطه دي والاداء النفسي الفظيع المؤذي ده ابدا. انا بتكلم من غير قصص، من غير ميديا، من غير قصص حقيقيه. الولد حقيقي اسمه ياسين حصل له كذا وهو عمل كذا، ما بعملش كده. ما بقولش الولد ده اتأذى جوه المدرسه اللي هي وسط امن انا بسيبك فيه 8 ساعات كل يوم، او البنت دي اتأذت جوه النادي فتحكي له قصه عن بنت اتأذت في النادي وولد اتأذى في المدرسه وولد اتأذى في المسجد وبنت اتأذت في الكنيسه. وبعدين هنعيشهم في ايه لو هي دي الوسط اللي عيالنا عايشين فيه؟ مش لازم تنزل ابنك البلاعه وتقول لي عشان ياخد باله، لا ده مش وعي ولا دي توعيه، ولا انت تصلح للتوعيه في حالتك النفسيه دي. فلو سمحت الزم حدودك. مطلوب منك ايه؟ تعمل اب، تحافظ على علاقتك النفسيه بينك وبين ابنك وبين ولادك في العموم من غير اغراض. تمام؟ ده رقم واحد. بعد كده تعلم لابنك مهارات، من ضمنها مهارات الحدود الشخصيه. دي مرحله تانية انت مش مؤهل دلوقتي تعملها، ما تعملهاش خالص دلوقتي خالص. طب انت مضطر تعملها. ابني خلاص شاف علاقه جنسيه بين امه وابوه، او شاف محتوى جنسي على اليوتيوب، او حد وراله حاجه، او حصل له حاجه بالفعل، خلاص انا مضطر روح لمتخصص. لو سمحت تعالى لمتخصص. تمام؟ تعالى المتخصص، لا تحاول تقرره ولا تحاول تطلع منه كلام ولا تحاول تساله ولا مالكش دعوه. لو سمحت روح لمتخصص، احنا هنتصرف، دي شغلتي. ما بقولكش تعالى ليا، بقول روح لمتخصص عموما، رغم ان انا حد متميز في المجال ده، لكن انا قصدي المتخصص عارف ان هو من ضمن خصائص وهو شغال ما صلحش حاجه وبوظ حاجه على المدى البعيد، على المدى البعيد بعد 10 20 30 سنه ما خربش نفسيه ابني ده عشان انا دلوقتي عايزه اعرفه ازاي يحافظ على نفسه جنسيا. لا انا عارف، انا دارس ده، فاهم ان انا مش بصلح حاجه واعق حاجه بعدين. لكن حضرتك ممكن تعمل كده، تصلح لي حاجه وتعق لي حاجه تانية. بصلح حاجه مع الحفاظ على الاتزان النفسي للطفل، لكن حضرتك ممكن وانت بتحاول تديله وعي جنسي قصدك كده، لكن حضرتك تخرب لي الاتزان النفسي للطفل. فلو سمحت ما تعملش كده. لو سمحت ما توعيش الاطفال، ما توعوش الاطفال لو انتوا في الحالات اللي شبه كده.